السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة سلام لكل حد بيسمعني، سواء كنت إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. رسالة سلام لكل عمار الكون، من أصغر ذرة لأكبر مجرة. رسالة سلام لكل حي عارف إنه حي، ولكل حي لسه ما اكتشفش إنه جواه حياة. أهلا بيكم، أخباركم إيه؟ النهاردة إحنا جايين نتكلم عن الواقع. أهلا بيكم في الواقع. يا ترى في حد فينا بيشوف الواقع؟ سؤال من أغرب الأسئلة اللي ممكن حد يسألها لك، بس أنا هسأله لك لأني متعود، أنت أكيد مني دلوقتي، إن أنا بسألك الأسئلة اللي مش متعود إن حد ممكن يسألها لك. يا ترى الواقع اللي أنت بتشوفه ده هو الواقع؟ أحب أنا أرد عليك قبل ما أنت ما تجاوب، قبل ما تقول وتستعجل وتشوف إن الموضوع منطقي جدا واللي أنت بتشوفه ده الواقع وده اللي بيحصل وده اللي بيتسوى في العالم. بس أنا أحب أقولك إن اللي أنت بتشوفه حاليا دلوقتي هو مش الواقع، هو وجهة نظرك عن الواقع. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الواقع اللي إحنا بنبقى شايفينه ممكن يختلف من شخص للتاني، حاضرين نفس الحدث ونفس الموقف، كل واحد فيهم يشوفه بشكل مختلف تماما. يعني قبل كده كان بيحكي فيلسوف فرنسي عن إن هو حضر حادثة، فيعني قال إن الراجل بالعربية خبط الراجل اللي كان راكب العجلة، ولما راحوا القسم والناس بتتخانق وبتعمل والكلام ده كله، اكتشف ان الراجل اللي راكب العجلة اعترف ان هو اللي خبط العربية، وهو بيقول لك انا شايف بعيني ان الراجل بالعربية خبط العجلة. بعد كده قام قايل لك ان عقلنا بيشوف الاحداث وفق رؤيته الخاصة بيه، مش وفق اللي هو بيشوفه بيه. وبالتالي الواقع اللي انت شايفه واقع ومقتنع جدا ان هو ده الواقع بتاعنا، هو ده مش الواقع. وعشان كده احنا جايين نتكلم على حاجة بقى مهمة جدا 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 في إطار كلامنا عن الواقع، وهو القصة. ايه علاقة القصة يا أحمد بالواقع؟ ما هو ده اللي أنا لسه جاي أحكيه. القصص هي عامل رئيسي في نقل الحكمة. تخيل كده كل النصوص الدينية عندنا احنا كان مثلا كمسلمين، القرآن أغلب القرآن قايم على قصص. عندنا قصة سيدنا يوسف صورة كاملة من قصص، يعني قصة واحدة جايبة صورة كاملة، وصورة من الصور يعني مش من الصور الصغيرة. سورة الكهف فيها 4 قصص مؤثرة ومهمة جدا في التراث الإسلامي. القرآن كله قايم على قصة سيدنا موسى وخناقته مع فرعون وقصص المسلمين والجهاد والكلام ده كله. كلها الفكرة كلها قايمة على القصص، لأن القصص هي حاجة تقدر تنقل حكمة عميقة جدا بشكل بسيط جدا، بشكل بالمعنى الأصح يلائم كل درجات الوعي. فالقرآن دايما بيجي يلائم كل درجات الوعي، زي ما اتفقنا، في مسلم، في مؤمن، في محسن. وعلشان القرآن يناسب كلهم فبيجي في سورة قصص. كل واحد فيهم هياخد القصة بالدرجة بتاعت وعيه، كل واحد فيهم هيشرب الحكمة بدرجة وعيه. فدايما القصص بيبقى مفيد في كده، في ان هو بينقل الموضوع ده. طيب ايه علاقة القصص ده بقى بالواقع؟ ان كل واحد فينا ليه قصة بيحكيها لنفسه، هي القصة ديت اللي بيطلع يشوفها في الواقع. بمعنى ايه؟ كلام مش مفهوم، علشان نفهمه ونوضحه شوية هنحكي قصة. تعالوا معايا كده، هنحكي قصة يعني ايه بسيطة شويتين 3 4 5 6، علشان نطلع منها بحكمة تقيلة جدا. وهي قصة مريم وشروق. مريم وشروق كانوا أختين توأم في سنة التخرج من كلية صيدلة. الاتنين ناجحين وعندهم حفل تخرج خلاص رايحين يحضروه. مريم كانت من نوع الدحيح الشاطر قوي، جايبة جيد جدا مرتفع. شروق من النوع اللي واخد باله من نفسه شوية، وكانت جايبة جيد مرتفع. مريم كانت دايما شايفة نفسها فاشلة، لأن هي كانت تعتبر أقل واحدة في شلتها في المجموع. كل زمايلها جايبين أكتر منها، سواء امتياز أو جيد جدا أعلى منها. شروق كان الوضع مختلف تماما، جايبة جيد مرتفع، بس هي كانت تعتبر أعلى واحدة في شيلتها، أو كلهم شبيهين، يعني كلهم جنب بعض، كلهم في الجيد وجيد مرتفع جيد جدا، كلهم جنب بعض. فبالتالي كانت شايفة نفسها إن هي واو، عملت إنجاز. الاتنين لو تشوفهم تحس إن هما مش توأم متطابق،
الواضح على الشكل والاهتمام والمظهر شروق مختلفة تماما عن مريم، على الرغم من ان الاتنين هم توأم متطابق في الشكل وفي الدراسة وفي كل حاجة. الاتنين رايحين يحضروا حفل الافتتاح، حفل الاتنين رايحين يحضروا الاحتفال بتاع حفل التخرج. وصلوا، اول ما وصلوا للكلية لقوا الامن موقف الناس وبيقول لهم كل 20 واحد هيدخلوا مع بعض. وكانت مريم وشروق هم اول اتنين بيوصلوا. مريم طلعت موبايلها وشروق طلعت موبايلها، دول يتصلوا، دي تتصل بصاحبتها ودي تتصل بصاحبتها. مريم اللي دايما متشائمة لقت ان كل اصحابها موجودين جوه وبدأوا يتصوروا من غيرها. شروق اللي دايما متفائلة لقت ان كل اصحابها مفيش ولا واحد منهم لسه جه وهي اول واحدة منهم توصل لحفل التخرج. مريم بقت قاعدة تتخانق مع شروق وتتصل بمامتها تتخانق معاها، انت اللي اخرتينا وانت السبب، وتشتكي من فكرة اوبر وتشتكي من فكرة الزحمة وتشتكي من كل حاجة. في الوقت اللي هي عمالة تشتكي فيه ده كانت شروق منطلقة، عمالة تتصور مع الامن وعمالة تتصور مع الحرس وعمالة تتصور مع السور وعمالة تتصور مع الشجر وعمالة تتصور مع الرصيف، عمالة بتسجل كل حاجة في المكان بتاع بوابة الجامعة كأن بالمعنى الأصح ده حدث تاريخي. وقامت طالعة لايف وزمايلها بقى في اللايف بقوا قاعدين متفاعلين معاها وبقت الاحتفالية شغالة معاها لحد ما كمل 20 واحد ودخلوا. أول ما دخلوا صحاب مريم كانوا طبعا أكيد لما تلاقي مريم سلوكها كده أكيد صحابها هم كمان كده. دايما يقول لك إيه، شوف 5 القريبين من زمايلك انت سادسهم. فسلوك مريم بينم على سلوك صاحبتها اللي اول ما دخلت بدأوا يعاتبوها، بدأوا يكلموها انت ليه جيتي متأخرة، احنا تصورنا كل الصور المهمة من غيرك، احنا مش هنعيد الصور ديت بسببك، احنا مش كذا احنا كذا احنا كذا. ومريم عمالة تعتذر تعتذر تعتذر. اللي حصل عند شروق كان مختلف تماما، هي لسه واصله، زمايلها بداوا يوصلوا، بداوا يتصوروا، بداوا يجروا، بداوا يضحكوا، بداوا يلعبوا، بداوا يعملوا مقالب في الناس بتاعه الاحتفال، بداوا يعملوا صواريخ ويفرقعوها، بقوا عمالين يجروا يتصوروا هنا وهنا مع كل الطلبه، ويتصوروا مع الدكاتره والمعيدين، يتصوروا مع عمال النظافه، يتصوروا في المباني، يتصوروا على السطح. عملوا احتفاليه جباره. والناس التانيين قاعدين عمالين يشتكوا ويشتكوا حظهم ان هم على الرغم من انهم هم الاوائل على الجامعة بس ما فيش حد فيهم هيشتغل معيد علشان ما حدش فيهم عنده واسطة، وقد ايه ان الواسطة دي بتقتل الكفاءات اللي زيهم. خلصت الحفلة والاتنين راجعين بفكرتين مختلفين عن نفس الحدث. مريم وشروق اختين يعني توأم متطابقتين حضروا نفس الحدث، والاتنين طلعوا كل واحد فيه ليه رؤية مختلفة. مريم طلعت الأول وشروق عمالة تسلم على زمايلها والناس اللي في الشارع كأنها راجعة بقت كسبت رئاسة الجمهورية. مريم طلعت دخلت على مامتها، مامتها بتقول لها ايه طمنيني عامله ايه، قالت لها يوم كان زي الزفت، يا ريتني ما رحت، وانتي السبب، وانتي اللي اخرتيني، وانتي 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 وانتي. وقامت سايباها وداخله ورازعه على الباب وراها. شروق طالعه بتحتفل مع نفسها اصلا. اول ما دخلت على مامتها، مامتها بتقول لها ايه طمنيني، دي مريم زعلانه، تقول لها ده كان احلى يوم في حياتي، انا ما تخيلش ان انا هعيش يوم تاني في الجمال ده. ايه رايك؟ ايه رايك لما تعيش الحياه حابب تعيشها بمنظور مريم ولا تعيشها بمنظور شروق؟ حابب لما بتحضر حدث تشوفه بعينين مريم ولا تشوفه بعينين شروق؟ عارف ان اغلبنا هيحب انه يشوف المواقف والاحداث بعينين شروق، لكن اغلبنا في الغالب بيحكي قصة مريم. مريم قصتها هي اللي خلتها تشوف الاحداث بالشكل ده. شروق قصتها كانت مختلفة بالنسبة لها فهي اللي خلتها تشوف الاحداث بالشكل ده. الاختلاف مش في الطريقة اللي هو هيفكر بيها يلا دلوقتي انا عايز ابقى زي شروق فانا هعمل زي شروق، لا. الاختلاف كان في المعتقدات. معتقدات شروق كانت مختلفة تماما عن معتقدات مريم، وهو ده اللي خلى الاتنين يشوفوا الواقع الواحد بشكل مختلف. كذلك الواقع اللي انت عايشه واللي كل واحد فينا عايشه بيقابل الوقت دايما اللي بيبقى فيه يا اما يشوف الواقع بعينين مريم يا اما يشوف الواقع بعينين شروق. ظروف، شغل، ضغط شغل، جواز، احداث، اشخاص،
معيقات، اي حاجة بتقابلك في الحياة هي ظروف وحدث ايفنت حيادي تماما، وانت اللي بتقدر تشوفه بشكل ايجابي وبتقدر تشوفه بشكل سلبي بناء على النضارة اللي انت لابسها. لو انت لابس نضارة سودة فما تتوقعش ان انت هتشوف الواقع حلو. يعني ايه واحد لابس نضارة سودة ليه متوقع ان هو يشوف الجو ابيض؟ ما هو اكيد هتلاقيه اسود. لابس نضارة بني اكيد هتشوف الواقع بني، لابس نضارة حمراء هتشوف الواقع احمر. الفكرة كلها ان انت بتشوف الواقع اللي انت متوقع انك تشوفه. بنعمل عادة تجربة كده وبيبقى اختبار وبتبقى مسابقة حلوة كده في الكورس عندي، في كورس خريطة القدر، وبنيجي نقول للناس نكتب اسم شخصية جدلية ونكتب رأي كل واحد يكتبه في كلمة واحدة بس عن الشخصية دي، وتلاقي الآراء متضادة جدا عن نفس الشخص. ونسألهم في الآخر هو مين يعني صفته ايه الأساسية من كل الصفات دي؟ أكيد ولا صفة. ليه؟ لأن كل صفة من دول هي بتعبر عنك أنت، مش بتعبر عن الشخص اللي انت وصفته. كذلك رؤيتك عن الواقع هي بتعبر عنك انت، مش بتعبر عن الواقع. محدش فينا بيشوف الواقع بحد ذاته، انت بتشوف وجهة نظرك عن الواقع. اقولها تاني، محدش فينا بيشوف الواقع مجرد وصرف بحد ذاته. كل واحد فينا بيشوف الواقع بناء على وجهة نظره. انت بتشوف وجهة نظرك عن الواقع، ولو حبيت ان انت تغير الواقع بتاعك هتكتشف ان كل اللي انت محتاج تغيره هو وجهة نظرك عن الواقع. اسأل نفسك يعني اختبرها في خيالك كده، حدث واحد الناس بتحضره وده يطلع يقول حلو قوي وده يطلع يقول وحش قوي. أكلة واحدة الناس بتاكلها وده يطلع يقول لك حلوة قوي وده يطلع يقول لك وحشة قوي. اللي موجود هو الاختلاف في القصة اللي موجودة عندهم. ايه قصتك؟ ايه القصة اللي انت حاططها لنفسك؟ ايه القصة اللي انت بترسمها لنفسك؟ يا ترى متخيل معايا كده؟ تعالى كده نتخيل لو انت القصة اللي انت عمال ترسمها لنفسك هي قصة فقر وجوع واحباط ومشاكل ومفيش اهداف ومفيش رؤية ومفيش اي حاجة، ليه متوقع ان في حاجة حلوة هتحصل؟ ما هو اكيد انت متوقع السيء. يقول لي ما انا متوقع السيء يا احمد علشان ما تصدمش لما السيء يجي. الله يخرب بيت التفكير ده. انت ده مش طريقة تفكير، دي حاجة تودي في 60 داهية. يعني ايه انا اتوقع السيء علشان لما السيء يجي انا ما بقاش مصدوم؟ ما هو انت اصلا السيء هيجي نتيجة ان انت متوقعه. كل متوقع آت. وربنا يقول لك انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. انت ليه بتظن الوحش في ربنا؟ ربنا اله الخير، ربنا اله الجود، ربنا اله الوفرة. ربنا ما عندوش اللي هو بالمعنى صح خايف يديك احسن الدنيا تقفل. ربنا هو اللي بيدير الكون مش البشر. لا يا احمد البشر هم اللي بيديروا، لا اكيد البشر مش هم اللي بيديروا، ربنا هو اللي بيدير الكون. ربنا هو اللي بيدير الكون، البشر ما هم الا ادوات بالنسبه لك في الواقع بتاعك. ولو انت شايف الواقع سيء ما تتوقعش ان هو يجيب لك زبادي بالخلاط. ما تطلبش مثلا، ما تخشش القهوه وتطلب قهوه وتبقى مستني يجيب لك موز باللبن. ما هو انت طلبت قهوه، اكيد اللي هيجي لك ايه؟ قهوه. انت طلبت واقع سيء فهيجي لك ايه؟ واقع سيء. انت قصتك سيئه، فبالتالي النتيجه اللي هتحصل واللي انت هتقابلها هي نتيجه سيئه. دايما كده في علم النفس يقول لك ايه؟ انت عمرك ما هتحقق حاجة انت مش متوقعها من نفسك، وبالتالي لو كانت كل توقعاتك لنفسك وقصتك عن نفسك سلبية فاكيد النتائج اللي انت هتفضل تحققها في حياتك سلبية. لو أنا تتبعنا قصة مريم وشروق عادة بنسبة 90% هتلاقي حياة شروق مختلفة تماما عن حياة مريم، على الرغم من أن مريم هي الأشطر علميا لكنك عادة هتلاقي شروق هي الأنجح عمليا. ليه؟ نتيجة أن القصة بتاعت شروق بتدعم النجاح، والقصة بتاعت مريم بتدعم دور الضحية حتى ولو كانت أشطر أو حتى ولو كانت أذكى. وده اللي بيفسر إنك تمشي في الواقع اللي احنا موجودين فيه وتلاقي ناس انت كنت تعرفهم وانت في الثانوية أو وانت في الجامعة، عيال كانت أذكية جدا، كان عقلهم دوت سم، بيعرف يحل مسائل ويعرف يعمل حاجات ما كانش حد غيره يعرفها. وعلى الرغم من كده لما تكبر وتوصل لسن كده 40 سنة والكلام ده كله تبدأ تكتشف ان الشخص ده فاشل تماما في حياته.
لا نافع في حاجة ولا عارف يعمل حاجة ولا بيصلح في أي حاجة وعايش في فقر مدقع. وتيجي تشوف صاحبك التاني اللي هو كنت انتوا بتقولوا عليها لهوطة الدروس، هلهوطة الدروس ده، تيجي تكتشف بقى في الأربعين إن هو بقى بيزنس مان وناجح جدا ومتجوز جوازة حلوة وبقى مهتم بنفسه وبقى بيلعب رياضة وبقى كذا وكذا وكذا. المواضيع دي يا جماعة لو أي حد بيبدأ يفكر وبيبحث فيها ممكن تجيب له جنان. ليه الشخص الذكي ده ما بقاش لاقي ياكل؟ وليه الشخص اللي احنا كنا شايفينه غبي ده بقى ناجح جدا؟ ليه النجاح مش مرتبط بالذكاء؟ ليه النجاح اصلا مرتبط بحاجة تانية؟ يبقى هو النجاح مرتبط بايه؟ احنا في فيديو هنتكلم فيه عن موضوع النجاح مرتبط بايه. تجربة كانت غريبة شوية بس هتبقى حلوة جدا وهتعجبك وهتفيدك جدا في الرحلة دي. بس ساعتها لما هنوصل لها هتلاقيها موجودة تحت ان شاء الله في صندوق الوصف، الحلقة بتاعة تجربة المارشميلو. بس قبل ما نبدأ نتكلم بقى على تجربة المارشميلو، نتكلم احنا على ان القصة بتاعتك هي اللي بتخلق الواقع بتاعك، اللي بيخلق النتائج بتاعتك. واذا كنت مش راضي عن نتائجك فالموضوع بالنسبة لك كده بقى واضح وبسيط، ان انت مش محتاج تغير الواقع، انت محتاج تغير وجهة نظرك عن الواقع. كل اللي انت محتاج تغيره هو قصتك اللي انت بتحكيها لنفسك. وكل ما تلاقي نفسك بتحضر اي ايفنت وطالع برأي سلبي، بتحضر في الواقع وطالع برأي سلبي، افتكر مريم وشروق واختار. يا ترى النهارده هتشوف الموضوع بعينين مريم ولا هتشوف الموضوع بعينين شروق؟ لو انا عن نفسي دايما هختار اشوفه بعينين شروق، عمري ما هختار اشوفه بعينين مريم، عشان كنت مجرب عينين مريم زمان وتعبتني جدا في حياتي. ودلوقتي انا بختار عينين شروق لاني بحب اشوف الواقع بالشكل اللي انا حابب الاقيه. ودايما الحمد لله ربنا ما بيغزنيش، ودايما بلاقي اللي انا متوقعه واللي انا حبه واللي انا بشتغل عليه بايديا واسناني. دمتم بخير وسلام وامان واحلام محققة واهداف قادرين توصلوا لها وقصة جميلة قادرين تبنوها لنفسكم عن نفسكم وعن الواقع بتاعكم. اسيبكم بسلام. السلام عليكم.